اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وحشتوني جدا 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 وحياة ربنا. رجعت لكم بحلو، ما الحلو ما يرجعش الا بالحلو. اللهم زدني تواضعا. عملت لكم كده حلو جميل جدا جدا جدا. تعالوا شوفوا التفاصيل بتاعتي. كل اللي ما علينا بنعمله ايه؟ بناكل ونتخن ونتخن وناكل، وحلو وحادق ما علينا. تعالوا ما نشوف الوصفه الجميله دي. عملنا جاتو هايه تورتايه كيكايه بالشوكولاته، المهم سميها زي ما تسميها، حاجه كده عظمه. في الجو النار اللي احنا فيه ده، ولاد عاملين والنبي امال تقوم تعمل حاجه حلوه. انا اقسم بالله ما عايزه اخش المطبخ، والله العظيم اللي بعدنا عنكم ان فعلا الجو نار، مطبخي حر جدا. تعالوا كده نصلي على الحبيب ونسمي الله ونشوف الوصفه بتاعت النهارده. معانا كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه سكر، نفس المقادير بالظبط، نفس الكوبايه اللي هنستخدمها هي دي اللي انت هتستخدمها في الوصفه بتاعتنا النهارده. تمام. حطينا كوبايه زيت، كوبايه سكر، ويا ريت يكون سكر ناعم او سكر مطحون، بلاش سكر التموين اللي هو الخشن ده، ولو موجود عندك فطحنيه خليه ناعم خالص. وحطينا كمان 4 معالق من الكاكاو الخام اللي مش محلى، وهنضربها في الخلاط كده لحد ما تطلع النتيجه اللي انتوا شايفينها دي. يستحسن الخلاط هو اللي هيطلع معاكي الشوكولاته كده ايه، تقيله وكانك عامله جايبه نوتيلا. وهنحط كمان عدد 2 بيضه، وهنحط عليها باكو من الفانيليا. اللهم صل على النبي. هنضرب كل الكلام ده في الخلاط. قبل ما ضفنا البيض شلنا 3/4 كوبايه، قلنا كله بنفس المقادير، 3/4 كوبايه كده من الشوكولاته حطيناها في التلاجة. هنستخدمها مع بعض دلوقتي وهقول لكم هنستخدمها في ايه. وبعدين الخليط اللي باقي حطينا عليه عدد 2 بيضه وباكو من الفانيليا، وضربناهم زي ما انتم شايفين كده. وحطينا كوبايه من الدقيق، كل الكوبايات مقدار واحد. عملتها بنفس الطريقه، اقسم بالله ما هتشتري من بره تاني جاتو او تورت. وهتعمليها كمان بطريقه حلوه جدا وسهله، مش يعني الموضوع كله ما خدش في ايدي حاجه، بس فعلا احنا كنا كسولة جدا جدا نخش المطبخ بتاعي بجد. اقسم بالله حر جدا، بس انتوا وحشتوني وقلت لازم اصور معاكم. كنت طبعا بطبخ يعني وبعمل كل حاجه، بس ما كانش عندي استعداد ان اقعد واصور ويعني الدنيا كانت ملخبطه معايا شويه، بس الحمد لله. ورجعنا بتقلنا اما نرجع بالحلو. يا حلو انت يا حلو. معانا بقى المضرب اليدوي، وخد وهات كله في اتجاه واحد، ونجيب كل الخليط اللي معانا في درق الخلاط ده. بصي كل ذره فيه حطي يا اختي حطي، وحتى حطيت معاه شويه ميه كمان، جبته سقفه على حلقه، مش هسيب منك ولا حته. بالمضرب اليدوي كده كله في اتجاه واحد، ضرباتي كلها اتجاه اليمين تمام، اتجاه الشمال تمام. المهم متروحيش راحه جايه راحه جايه راحه جايه، لا كده. الخليط بتاعي بقى 100 100. وعملنا الكريمه 2 باكو من الكريم شانتيه، مش عارفه هو المقطع ده راح فين، بس هي كريم شانتيه، وحطيت عليها باكو فانيليا. وضربت ده كله زي ما انتم شايفين بكوبايه من اللبن المتلج او الميه المتلجه. ما شاء الله. حطينا الكيكه بتاعتنا وحطيناها في الفرن، وطلعت زي ما انتم شايفين كده. وجبتها كده اخربشها كده من فوق، علشان ابدا احط معايا الكريمه وتمسك فيها كويس جدا. ما شاء الله الكيسين عملوا معايا. طبعا هو بيبقى الكريمه بتاعته قليله، فانت لو انت جايباها سايبه اللي هي مش محلى برضو تحطي سكر، لو انت جايباها اللي هي المحلى دي خدي بالك من السكر بتاعك. تمام كده. وهنبدا نفرد كده الكريمه بالمعلقه اللي معايا دي، ويبقى بالله ميه لو زهقتك. خلي عندك طبق ميه، يعني طبق ميه صغير كده، حبه ميه صغيرين، افردي بها الكريمه. طبعا احنا مش متخصصين حلويات قوي علشان نجيب بقى كل عدة الحلويات واللي هنساوي بيها واللي مش عارفه ايه. احنا بنحاول بقدر ما يمكن نطلع حاجة حلوة وبسيطة وعلى قد الايد زي ما بيقولوا. سويناها بطريقة حلوة، حطيناها في التلاجة على بال ما نعمل صوص الشوكولاتة بتاعنا الجميل ده. خفناه بحوالي 3 معالق من اللبن علشان يكون سايل معايا كده، عايزاه خفيف. انتوا عارفين دي ايه؟ ده كوباية الشوكولاتة اللي احنا شلناها في الاول خالص، حطينا عليها 3 معالق من الشوكولاتة من اللبن. وبدأنا نخفها كده ونفرد معانا، وتحطها في التلاجة بتاعتك حوالي من نص ساعة علشان تعرفي تقطعيها. الدنيا نار جدا، فطبعا كل حاجة بتشتغلي بيها لازم تحط في التلاجة، ولازم تكون الحاجة ساقعة. تمام كده. لو وصلت لحد هنا وما حطيتليش لايك وشير للفيديو بزعل منك جدا جدا جدا. لو بتحبيني بجد حط لايك للفيديو وتعليق حلو منك، وشير الفيديو. وبحبكم جدا جدا. وتقولي انتوا بتشوفوني من انهي بلد. لو بتشوفوني من على اليوتيوب لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه. لو بتشوفوني من على الفيسبوك ما تنسيش تحط لايك للفيديو وتعملوا متابعه لصفحتي. وبحبكم جدا 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 والله، وكنتوا فعلا فعلا وحشتوني. وان شاء الله زي ما قلت لكم هنرجع بتقلنا
واستنوا الفيديو الجاي، فيديو جميل جدا جدا، وديتكم لحد المصمت، حاجه هتعجبكم جدا ان شاء الله. واديها بقى واحده بيبسي، ويلا بينا نبدا بقى ونعيد الكره تاني وناكل. ما احنا بناكل في اول فيديو وفي اخر الفيديو. وولادي خدوا بالكم، يلا يا اما اقول لهم ابدا لما اخلص الفيديو. يلا محدش يقول لي احلام سعرات حراريه، هي حاجه حلوه وبس والموضوع منتهي. يلا اشوفكم على خير.